عمل حادثه على الطريق. ايه اللي حصل؟ كابتن عمر وقع في المفارق دي. بص اللي بيعمل الاسفلت عامل طبقه فوق وطبقه تحت، فانا لما اجي بعجله امشي هتزنق هنا كده العجله تقلب مني. وده اللي حصل معانا لما كنا مسافرين السخنه مع جروب مشوار، وطبعا العجل اللي موجود معظمه عجل رود عشان مناسب للسفر والمسافات. وبما اني كنت مسافر معاهم دعم بالعربيه مش بالعجله، ومسافرين عشان نقعد على البحر القعده الرايقه دي، بس الناس استغربت من العجله اللي كنت واخدها معايا. ايه العجله دي الكهرباء ولا ايه؟ فتعال اقول لك ليه مهم يكون عندك عجله بتطبق. انا دانيال هشام وده فيديو جديد. اعمل لايك وفولو وتعالى اما اقول. دي حرفيا من اصغر العجلات في العالم اللي ممكن تستخدمها ومش هتاثر معاك في حاجه، ده انت ممكن تسافر بيها. هي ناعمه قوي وبتقدم لك بالظبط اللي انت محتاجه. يعني انا العجله دي ممكن احط عليها شنط، بص في مساحه كبيره هنا قد ايه، ممكن احط عليها شنط واسافر. فاهم قصدي؟ معموله ليه العجله اللي بتطبق دي؟ ما نجيب عجله عاديه وخلاص. بس العجله العاديه مش هتتحط في عربيتك بالسهوله دي. تقدر تاخدها معاك النادي، تاخدها معاك وانت مسافر الساحل، ومش معنى انها صغيره فانها تاثر معاك في حاجه. ما هي بص يعني هي شكلها لذيذ تمام، توحي ان هي حاجه كهرباء. العجله دي سرعات عادي ومعموله بكواليتي عاليه قوي من شركه ديهون، بس المفاجاه ان هي لا مش كهرباء، فيها كويك ريليز في كل حته، وكل المفصلات والكويك ريليزز اللي فيها متينه جدا. بقول لك ايه، بص كده البدال ده عشان ما ياخدش مكان في العربيه، فدي يعني حاجه كويسه جدا للي عايز ياخد معاه عجله من غير ما يكونش يعني مساحتها كبيره وما يكونش وزنها تقيل، وعايز اللي هو مالوش في العجل قوي، اللي هو ممكن يعني رايح رحله، رايح مصيف او حاجه ياخدها معاه هتفيده قوي. يعني اقول لك على حاجه، انا كنت فاكر ان انا العجله دي لما اركبها هتبقى ايه صغيره ومش عارف اتحرك بيها. انا مش حاسس بفرق كبير بينها وبين العجل العادي اصلا، وغالبا هتكون دي العجله اللي انا بعتمد عليها الفتره اللي جايه. هجرب بقى اقول لكم ايه الدنيا. انا جاني البوكس ده، تعالوا نفتحه مع بعض. سكينتنا الجميله، عشان اكيد احنا مش بتوع انبوكسنج فما عندناش اي حاجه بنعمل بيها انبوكسنج، فسكينه المطبخ تفي بالغرض. وزي ما استخدام العجله دي كان ممتع وسهل، وده عكس خالص الانبوكسنج بتاعها. كده اوسع، كده اوسع، عشان انا عندي فكره. استنوا كده هتعبت. طيب يلا، دي اللي جوه البوكس. هو ممكن يكون العجله شكلها غريب فعلا، بس مناسب لاحتياجاتي وعلشان كده بستخدمها. خليك عارف ان احتياجاتك وازاي تلبيها اهم بكتير من راي الناس. راي الناس مهم، واوقات كتير قوي بنبقى محتاجين راي الناس اللي حوالينا في حاجات كتير، بس ما تخليهوش يتحكم في قراراتك. هات الحاجه المناسبه ليك، استخدم وتعلم الحاجه اللي انت محتاجها وبتحبها حتى لو عكس التيار.